المشاهدون والمشاهدات، اهلا وسهلا بحضراتكم. بنتكلم عن جهود الدولة المصرية في الاكتفاء الذاتي من الغذاء. طبعا كلمة الاكتفاء الذاتي من الغذاء يعني ليست قاصرة على الدولة فقط، ولكن ايضا على كل الاسر المصرية اللي بتشاهدنا الان. كثير مننا يبحث عن توفير الغذاء السليم الصحي بالنسبة لاسرته ومن مصادره المختلفة وباسعاره الجيدة. ده طبعا مما لا شك فيه هو دور الدولة، والدولة مطالبة انها تحقق اكتفاء ذاتي من الغذاء. ولكن برضو احنا كأسر بنفكر ازاي مصادر هذه الغذاء، وازاي نتعامل مع الأغذية المختلفة، وازاي يكون خصوصا ان احنا في جو عيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. كلنا بنبحث عن الغذاء بأشكال وان كانت اللحمة ليها النصيب الأكبر، ولكن الأغذية والمحاصيل المختلفة في مصر. مصر طول عمرها دولة زراعية، وكانت تحقق الاكتفاء الذاتي لما كانت بضعة ملايين، ولكن الآن زاد الحجم جدا، والعبء زاد على المواطن وعلى الدولة أيضا، اللي هي مطالبة بتحقيق هذا الاكتفاء الذاتي بالنسبة لمواطنيها. الحقيقة هنتكلم في هذا الموضوع مع ضيفي وضيف حضراتكم اللي بشكره شكرا جزيلا على استضافته فيه وموافقته على الاستضافة في هذه الفقرة، الأستاذ الدكتور إسلام أنديل، أستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر. أهلا وسهلا بحضرتك، مشرفني. أهلا وسهلا يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب، يا رب أيام سعيدة على حضرتك دايما. وأنتم بخير وصحة وسلامة. سعيد جدا بالتواجد معكم، وكل الشكر والتقدير لأسرة البرنامج وفريق الإعداد لحضرتك. الاكتفاء الذاتي من الغذاء، أو بمنطلق تاني بعض الناس يعني تفهم مفهوم الأمن هو أمن قومي فقط، أو أمن الأمن بشكله المطلق، لكن الأمن الغذائي من الأشياء المهمة جدا واللي الدولة بتاخده على عاتقها. إيه هو الأمن الغذائي وإيه المطالبة به الدولة في هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا بنوجه التحية للسادة المشاهدين. في الحقيقة قضية الأمن الغذائي أو موضوع الأمن الغذائي لا يعني من أهم الموضوعات، مثل الأمن القومي، مثل حرس الحدود اللي موجود بيحمي حدود الدولة. الأمن الغذائي احنا بنعرفه بشكل بسيط جدا ان هو ضمان وصول الامدادات الغذائية لجميع مستحقيها بأسعار معقولة، حتى في ظل أوقات الأزمات بتكون الحكومات مطالبة انها توفر هذه المنتجات لجميع مواطنيها من أجل تحقيق الأمن الغذائي ومن أجل تحقيق السيادة الغذائية. خلينا بس نوضح للسادة المشاهدين ان الأمم المتحدة وضعت ضمن أهداف العالم للتنمية المستدامة أو خطة العالم 2030 القضاء على الجوع. كان الهدف رقم 2 من أجل تحقيق السيادة الغذائية للعنصر البشري، والقضاء على مثل هذه الظواهر التي تؤدي إلى القضاء على العنصر البشري. ايضا برضو منظمة الاغذية والزراعة تبع الامم المتحدة اللي هي منظمة الفاو، وكان في تصريحات على لسان السيد انطونيو جوتيريش الامين العام للامم المتحدة. كان الخطاب ده كان موجه لجميع دول العالم اللي هم مشتركين في الامم المتحدة. ينبغي على جميع دول العالم مضاعفة انتاجها من الغذاء بنسبة 60% على الاقل خلال الفترات القادمة لمجابهة زيادة عدد سكان العالم والديموغرافيا السكانية. احنا عدد سكان العالم حاليا تقريبا 8 مليار مواطن، في توقعات بحلول عام 2050 هنوصل 10 مليار مواطن، وبالتالي انا عندي 8 مليار مواطن مش قادر ان انا اعمل لهم سيادة غذائية او اوفر لهم الغذاء. لما نبقى 10 مليار مواطن يعني عندي زيادة 2 مليار مواطن، انا هعمل ايه؟ وبالتالي الدول لازم تواجه مثل هذه التحديات الخطيرة بخطط على ارض الواقع واستراتيجيات، والدولة المصرية لها نصيب من هذا الامر. طب معلش عندي سؤال اعتراضي هنا او سؤال توضيحي. لما يقول جوتيريش هذا التصريح ويقول ان كل دولة مطالبة بزيادة الانتاج بتاعها الغذائي بنسبة 60%، هل طرح اليات ولا احنا بقى كل دولة تطرح الياتها وتحقق هذا الامن الغذائي وهذه الزيادة؟ تمام. خلينا اوضح لحضرتك بس، وفي نقطتين في هذا الامر. احنا كلنا في مركب واحد، العالم في خطر والزراعة هي الحل لتحقيق الامن الغذائي وتحقيق الاستقرار المجتمعي. الزراعه هي الحل لانقاذ العنصر البشري، ده اول شيء. رقم 2، في مدرسه عالميه كلنا شغالين عليها، الدول المتقدمه والدول الناميه. المدرسه العالميه دي بتقول عشان تحقق عشان اي دوله في العالم عايزه تحقق اكتفاء ذاتي من المحاصيل القوميه الاستراتيجيه وتامن الغذاء والمعيشه لجميع المواطنين، في 3 مدارس لازم نشتغل عليهم. المدرسه الاولى بتقول انها التوسع الافقي. يعني ايه التوسع الافقي؟ يعني ان انا ازود مساحه الاراضي الزراعيه الصالحه للزراعه. رقم 2، في عندنا التوسع الراسي اللي هو ان انا استنبط اصناف جديده عاليه الانتاجيه مبكره النضج، تعمل لي تحقيق للسياده الغذائيه وتدي لي انتاج وفير اقدر اسد بيه الفجوه الغذائيه اللي موجوده. رقم 3، تقليل الفقد في المحاصيل، سواء المحصول وهو موجود في الارض الزراعيه او ما بعد الحصاد في النقل والامداد والكلام ده كله. الثلاث مدارس دول لو اي دوله اشتغلت عليهم هتوصل انها تحقق اكتفاء ذاتي من المحاصيل، سواء كانت محاصيل طازجه او جافه، او من خلال اللي هي المحاصيل اللي هو الانتاج الحيواني والمراعي والامور دي كلها.
تمام. لان برضو الانتاج الحيواني مرتبط بالانتاج الزراعي عشان تغذيه الايه اللي هي الماشيه والاصناف الحيوانيه اللي احنا محتاجينها. تمام. مصر عملت مشاريع غذائية مختلفة أو مشاريع زراعية مختلفة في الآونة الأخيرة، وكان برضو زي ما حضرتك قلت دلوقتي الزيادة الأفقية أو يعني زيادة مساحة الأراضي المزروعة، مصر لعبت في هذا الموضوع دور كبير. نوضحه للسادة المشاهدين ايه كان المستهدف. كان عندنا مشاريع مختلفة، المليون فدان وغيرهم وغيرهم. تمام. خليني اقول لحضرتك بدايه من عام 2014 منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسه الجمهوريه. الجمهوريه الجديده كان لها اتجاهات ان احنا نحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجيه. قبل عام 2014 حجم الزمام الزراعي المنزرع في مصر تقريبا كان 6.4 مليون فدان. احنا وصلنا في عام 2025 الزمام الزراعي المنزرع في مصر 9.4 مليون فدان، يعني احنا زودنا 3 مليون فدان، يعني احنا زودنا نصف الرقعه الزراعيه. طيب الدولة لما توسعت، خلي بالك احنا كان عندنا مشكلة كبيرة جدا في مصر ان احنا عايشين على 5.5% من مساحة مصر الإجمالية اللي هي منطقة الدلتا وادي النيل. ما بنتحركش عن الدلتا وادي النيل، يعني ما فيش صحراء شرقية، ما فيش صحراء غربية، ما فيش منطقة سيناء، منطقة العوينات، منطقة توشكا. المناطق دي كلها كان الدولة مش مركزة عليها، ولكن مع زيادة عدد السكان في مصر وزيادة العرض والطلب على الغذاء، الدولة المصرية بدأت تفكر خارج الصندوق، خصوصا ان الجمهورية الجديدة بدأت تتبنى أفكار جديدة طبعا بدعم رئاسي ومن مؤسسات الدولة. بدأنا نزود مساحة الأراضي الصراحة للزراعة. كان بكورة هذه الأعمال هو مشروع الدلتا الجديدة اللي هو 2.2 مليون فدان، والدولة بدأت ب 540 ألف فدان استصلحتهم كنواة للدلتا الجديدة عشان تزرع فيهم محاصيل استراتيجية زي القمح والرز والذرة والشعير والفول البلدي وبنجر السكر وعباد الشمس اللي أنا بحتاجه في الزيوت وكل هذه المنتجات. ومصر وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا زودنا قيمة يعني اللي هي الصادرات الزراعية زادت بنسبة 39%، ودي بتساهم في خطة التنمية الاقتصادية كمصدر للعملة الدولارية للدولة المصرية. المشروع الثاني اللي الدولة اشتغلت عليه هو كان مشروع قديم اللي هو مشروع توشكا. الدولة بقى المصرية عملت إعادة إحياء لمشروع توشكا الخير وزرعت أصناف جديدة بدأنا نشعر به في الذهب الأصفر أو بنسميه الخبز بتاع المواطن المصري اللي هو مشروع القمح، وده كان مشروع جميل جدا. في برضو مشروع ثالث الدولة اشتغلت عليه اللي هو مشروع الريف المصري ومشروع المليون فدان ومشروع إعادة إحياء أو تأهيل وإصلاح 700 ألف فدان في منطقة سيناء. خليني أقول لحضرتك إن سيناء بعد حرب 73 وانتصار الجيش المصري كانت بعيدة شوية عن اللي هي القاهرة والوجه البحري والوجه الإبلي، فالدولة المصرية بدأت تربطها بالجسور والأنفاق الأنفاق والجسور. والدولة المصرية عملت مشروع كبير جدا اللي هو مشروع إعادة زراعة 700 ألف فدان في سيناء. وكانت المشكلة اللي بتقابل الدولة المصرية في هذا القطاع هو ازاي ان انا اوفر موارد مائية لكل هذه المشروعات الزراعية الكبيرة. معروف ان حصة مصر في مياه النيل حصة ثابتة بتتغيرش، 55.5 مليار متر مكعب من المياه طبقا للاتفاق الذي وقع في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام 1959 بين مصر والسودان واثيوبيا. المية اللي بتيجي من منابع النيل من عطبرة والصباط والنيل الازرق مياه ثابتة، ودي بتمثل 93% من حجم المياه اللي مصر محتاجاها. طيب انا هستصلح، هعمل مشاريع جديده واستصلح اراضي جديده ازاي وانا اصلا مصر مصنفه من الدول التي تعاني من الفقر المائي؟ حصه الفرد تقريبا 500 لتر، وده اقل من الحد العالمي في السنه. في السنه انت عندك لو اقل من 1000 لتر انت كده يبقى انت بتعاني من فقر مائي. تمام. الدوله المصريه توسعت في انشاء محطات معالجه الصرف الزراعي والصناعي زي محطه بحر البقر ومحطه الحمام اللي في اسكندريه، وبدات تاخد المياه دي تضخها عن طريق ترعه السلام وترعه تحيا مصر وعن طريق صحارات سرابيوم وعن طريق النهر الصناعي الجديد اللي الدوله بدات تعمله، وبتخلط المياه دي مع مياه نهر النيل بنسبه 1:1 وتستخدمها في العمليات الزراعيه. بالاضافه ان في مشروع تاني الدوله المصريه تاخرت في تنفيذه 30 سنه. المفروض المشروع ده كان يتنفذ 30 سنه اللي هو المشروع القومي لتبطين الترع والمجاري والقنوات المائيه. تبطين الترع تمام والمجاري والقنوات المائيه، لان الميه كانت بتتسرب لبطن الارض ما كنتش بستفيد بيها. كنا بنفقد تقريبا لا كلنا لاحظنا يعني مما لا شك فيه الترع المصريه يعني في القرى المصريه كانت شكلها يعني لا يرضي عدو ولا حبيب زي ما بيقولوا يعني الشكل الجمالي، وفي نفس الوقت انا بحافظ على مورد المياه اللي موجوده عندي، لان انا دايما عندي قاعده بتقول ايه؟ لا تشتكي الموارد وقلتها قبل ان تتعلم كيفيه ادارتها.
الفكره مش في قله المورد، في الإدارة. الفكره ازاي تعرف تدير المورد. وده كان اتجاه من اتجاهات الجمهوريه الجديده في اداره الموارد المائيه، ولذلك مصر وضعت خطه اسمها خطه مصر لاداره الموارد المائيه 2030. طب دكتور اسلام، عايز اسال حضرتك بصيغه المصريه العاديه. تمام. احنا طول عمرنا بيدرسوا لنا في الكتب ان مصر دوله زراعيه من الدرجه الاولى، ومصر دوله برضو فيها انتاج حيواني جيد لا باس به جدا. تمام. على مدار السنين منذ بدء التاريخ حتى الان، ولكن بنشوف هل ايه المؤثرات اللي بتشكل او غيرت من ده؟ هل هي زيادة السكان، مؤثرات زيادة السكان، او الادارة زي ما حضرتك اشرت، ولا برضو هي التغيرات المناخية المختلفة؟ تمام. خلينا بس نوضح الموضوع ده قنبلة شائكة او موضوع معقد، يعني متعدد الجوانب. الاسباب، لا، تعددت الاسباب. يعني التغيرات المناخية، لا، موضوع مؤثر جدا في الانتاج الحيواني والانتاج الزراعي، لان التغيرات في الخريطه الطقسيه ودرجات الحراره وانماط الطقس ده شيء رهيب انا ما اقدرش اتحكم فيه، وبالتالي انا محتاج ان انا اعمل تكيف مع الموضوع ده سواء في الانتاج الزراعي او في الانتاج الحيواني. رقم 2، ان انا برضو كدوله مصريه ان انا ما كانش عندي الزياده السكانيه دي كلها. انا بقول لحضرتك طبقا لتصريحات الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء احنا عندنا 107 مليون مواطن مصري، بالاضافه الى الجاليات الاخرى. عندنا السوريين والسودانيين والجاليات اللي موجوده في مصر، وكل ده بيستهلك من موارد الدوله، فبالتالي انا محتاج ان انا اضاعف الانتاج بتاعي. نقطه التغيرات المناخيه بتاثر اكتر على القطاع الزراعي، لان القطاع الزراعي ده اكتر قطاع هش في مواجهه التغيرات المناخيه. ما بيقدرش، وبالتالي ان انا بحتاج ان انا استنبط اصناف جديده مقاومه للتغيرات المناخيه، تتحمل الجفاف والملوحه وتكون عاليه النضج وتتحمل الامراض النباتيه والامور دي كلها، عشان ان انا في الاخر انا بزرع المنتج بتاعي عشان احصل على الثمار اللي انا هستخدمها في تحقيق السياده الغذائيه. النقطه الثانيه، خليني اقول لحضرتك بمناسبه ان احنا موجودين في عيد الاضحى المبارك، الدوله المصريه سعت جاهده انها تحول موسم عيد الاضحى المبارك من ازمه الى نقطه ايجابيه للدوله. ازاي؟ طيب، الدولة المصرية طبعا الدولة المصرية عملت مشروع قومي كبير جدا اسمه المشروع القومي للبتلو. الفكرة السائدة قبل كده ان احنا كنا بنجيب البتلو ده اول ما يوصل وزن 80 او 100 كيلو نبدأ نذبحه. فالدولة المصرية عملت المشروع ده بداية من عام 2017 ان احنا ما نذبحش العجول البتلو في وهي وزنها صغير. وهي صغيره السن، لا، احنا هننتظر لعند لما الوزن يبقى 400 كيلو او 500 كيلو، وبالتالي الفرد اللي كان بيديني 100 كيلو لا، انا هزود التسمين بتاعه وهيديني كميه اكبر من اللحوم. ونتج عن كده ان في عندنا 527 الف راس ماشيه لهذا المشروع. القيمة التمويلية لهذا المشروع وصلت 9.3 مليار جنيه من الدولة المصرية للمربيين. وصل عندنا ان يبقى في عندنا 45 الف مربي في الدولة المصرية لهذا المشروع القومي اللي هو بيزيد كل سنة، وبالتالي المخزون السلعي من اللحوم بدأ يزيد. فالدولة المصرية يعني زادت انتاجات اللحوم في الوقت الاخير. زادت طبعا. الدولة المصرية السنة دي عاملة 41 الف منفذ استراتيجي سلعي، اما عن طريق منافذ وزاره التموين او منافذ امان بتاعه وزاره الداخليه او منافذ وزاره الزراعه. النقطه الثانيه ان الدوله المصريه عامله مثلا على سبيل المثال القاهره بس لوحدها فيها 21,000 شادر لحوم، فيها 21 شادر لحوم، بالاضافه الى الشوادر المنتشره في باقي محافظات الجمهوريه. والدوله المصريه وضعت اسعار استرشاديه لاسعار اللحوم، سواء كانت اسعار طازجه او اسعار او لحوم مجمده. الطازجه تقريبا السعر الاسترشادي بتاعها من 260 ل 350 جنيه للكيلو. انما المجمده تقريبا من 200 ل 210 جنيه دي في المنافذ الرسميه اللي تبع الدوله الرسمية. اللي هي تبع وزاره الزراعه ووزاره الداخليه. حضرتك ادرت منفذ امان بتاع الداخليه، وفي المنافذ بتاعه وزاره التموين بتاع، وفي شوادر اللحوم اللي الدوله بتعملها، وفي معارض اليوم الواحد اللي هو معرض كلنا واحد اللي الدوله بتعمله. من اجل الدوله المصريه اتعاملت مع الملف ده باحترافيه عشان تحول ازمه عيد الاضحى المبارك الى توفير اللحوم للمواطن المصري. وخلي بالك عايزين برضو يعني نشيد بدور الدوله في هذا الشان، ودور وزاره الزراعه ووزاره التموين ووزاره الداخليه ووزاره الاوقاف معاهم. لان وزاره الاوقاف برضو مشروع صكوك الاضاحي انها عليها دور كبير جدا توصله للفئات الاكثر احتياجا، الفئات المستحقه للدعم، عشان تحقق الحمايه الاجتماعيه اللي بتهدف ليها الدوله المصريه، ونضمن ان صكوك اللحوم دي توصل للفئه الاولى بالرعايه والفئه المحتاجه في الدوله المصريه. الدوله المصريه ادارت الازمه بشكل كبير جدا، ومش بس على مستوى عيد الاضحى المبارك. خليني اقول لحضرتك ان احنا عندنا انتاج من اللحوم الطازجه يكفي لمده 8 شهور من الان.
يعني عندنا مخزون استراتيجي. تمام. والنقطه الثانيه ان المخزون الاستراتيجي بيتقال على المنتجات، على اللحوم وعلى المنتجات الزراعيه، يعني زي ما بنقول مخزون استراتيجي للقمح، للرز، الكذا. رؤوس الماشيه اللي موجوده في المزارع بتاعه وزاره الزراعه وعند صغار الفلاحين وعند مشروع القومي البتلو، وكل الامور دي كلها يعتبر مخزون استراتيجي. كلمه استراتيجي يعني مخزون بعيد المدى للدوله، لو حصل عندنا اي توترات جيوسياسيه او في اغلاق في سلاسل الامداد والتوريد، انا اقدر ان انا اكفي الاحتياجات بتاعتي. مش احنا بنقول ان الامن الغذائي ضمان وصول الامدادات الغذائيه لجميع مستحقيها حتى في ظل اوقات الازمات، يعني في ظل اوقات الازمات الدوله مطالبه انها توفرها. تمام. طب انا هنا سؤالي عن شكل المحاصيل الزراعيه، هل تغير في الاونه الاخيره؟ يعني احنا كانت مصر زي ما قلت برضو دولة زراعية، عندنا محاصيل استراتيجية كانت بنلعب عليها دايما، وهي مثلا نقول مش هيتعدوا على صعب الايد الواحدة. عندنا الرز، عندنا القمح، عندنا القطن، عندنا الخضروات المختلفة، كانت دي محاصيل أساسية. دلوقتي بقينا نشوف المنتج الزراعي أشكاله كثيرة جدا. هل ده شيء جيد ولا لابد ان حضرتك يعني كخبير بقى في مجال النباتات والزراعات شايف ان هو شيء برضو عمل شوية بلبلة في المنتج الزراعي؟ خليني اقول لحضرتك تنوع المنتجات ده شيء ايجابي جدا، لان الموضوع عرض وطلب. يعني اي حاجة انت هتحتاجها طالما في عرض ليها انت هتقدر تلاقيها. خليني اقول لحضرتك ان الدولة المصرية بتصدر 405 منتج الى عدد 176 دولة. المنتجات بعد اللي احنا الاكتفاء الذاتي. بعد الاكتفاء الذاتي. انا دايما اي منتج بصدره اعرف ان السوق المحلي هل في شروط حطها الدولة ان انا ما اصدرش غير لما اكفي حاجة السوق؟ اكيد طبعا يا فندم، على الاقل يبقى في 80% من احتياجات السوق المحلي. تمام. الرقم 2، انا بصدر منتجات ليه؟ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، المنتجات التصديريه دي بتكون مصدر كبير جدا للعمله الدولاريه الصعبه اللي انا بحتاجها في خطه التنميه الاقتصاديه للدوله. يعني على سبيل المثال الدوله المصريه في عام 2025 عملت قصه نجاح ما حصلتش قبل كده في تاريخ الجمهوريه الجديده، ان الصادرات الزراعيه لمصر وصلت سواء منتجات طازجه او جافه. مصر صدرت 9.5 مليون طن من المنتجات الزراعيه، قيمتها التسويقيه تقريبا 11 مليار دولار. تخيل الرقم يا فندم. دي منتجات احنا مصدرينها، اصبح من مصادر الدخل القومي، مصدر من مصادر الدخل القومي، ومصدر من يعني ومصدر كبير. الدوله المصريه وضع في خطه التنميه الاقتصاديه 2030 ان احنا هنرفع ال 11 مليار دولار دول هنوصلهم ل 20 مليار دولار. تمام. رقم 2، ان المنتج بتاعك لما بيطلع بره الاسواق العالميه ده بيأكد قيمه وجوده وانتاجيه المنتج المصري. يعني بيعزز الثقة للمنتج المصري في الأوساط العالمية وبيعمل غزو الأسواق. وبرضه عايزين نأكد ان مصر بتسعى انها تفتح أسواق جديدة. يعني في السنة اللي فاتت الحجر الزراعي وجهود وزارة الزراعة نجحوا في فتح 25 أسواق، 25 سوق جديدة في مناطق شرق آسيا ومناطق البحر الكاريبي ومناطق أمريكا اللاتينية، أسواق جديدة. ما صارتش على أوروبا فقط، يعني الموضوع مش مقتصر على أوروبا أو منطقة الخليج العربي. أنا بحاول أنوع المصادر بتاعتي عشان يعني مثلا أنا لو معتمد على منطقة الخليج العربي فقط في ظل التوترات الجيوسياسيه الموجوده مش هقدر اورد لهم، وبالتالي المنتج يفضل عندي. لما يكون عندي تنوع للمصادر يبقى انا كدوله عندي واللي هو انا اساسا انتجته بزياده، في الانتاج بزائد لان انا بصدر، انتجته بزياده وفي نفس الوقت انا عندي توسع في المشاريع الزراعيه. ما هو المشاريع الزراعيه اللي انا بعملها زي الدلتا الجديده وتشكى الخير والريف المصري والمليون ونصف مليون فدان، كل ده انا بعمل مجتمعات حضريه بيبقى جنبها مجتمعات صناعيه. يعني المنتج الزراعي مش على قد الحقول بس، ما انا بحوله لمنتجات صناعيه، اما في المدن الصناعيه المنتشره في اقطار الجمهوريه او ان انا احوله لصوره تسويقيه في الخارج. وبرضه عايزين نؤكد ان الدوله برضه بتطبق المعايير العالميه عشان المنتج بتاعك يلقى قبول. يعني دايما اللي هو تقييم الاثر البيئي، سلامه الغذاء، بنطبق المعايير دي بكل صرامه. ولذلك المنتج المصري بات يحظو يعني حاليا المنتجات الزراعيه دي لما بتطلع بره بيعملوا عليها تحاليل وبيشوفوا اذا كان من هنا اول الحجر الزراعي. انت عندك في جهات رقابيه في مصر زي هيئه سلامه الغذاء، المعهد القومي للتغذيه، الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات، الحجر الزراعي، كل دي جهات. المعمل المركزي لتحليل المتبقيات المبيدات والعناصر الثقيله اللي هو الكيو كاب، ده مصنع، ده معمل كبير جدا يعتبر اكبر معمل في الشرق الاوسط. كل الجهات دي بتدي تقرير وتدي ابروفد الاول موافقه ان المنتج ده يطلع او ما يطلعش. المنتج لو فيه مشكله مش هيطلع من هنا. تمام. وبالتالي انت بتعزز سمعه المنتج المصري، وده بيأكد دور الزراعه او الانتاج الحيواني كقاطره للنمو الاقتصادي للدوله المصريه. طب
هذه الطفرة هتفيدني أنا كمواطن أو هتفيد الفئة اللي ليست بقليلة، نسبة تكاد تكون مثلا 40% من المجتمع يعملون بالأنشطة الزراعية، هتفيدهم هذه؟ تمام. احنا في عندنا يعني 25% من السكان المحليين بيعملوا في الزراعه، والزراعه يعتبر مصدر رزق لناس كتير جدا، وقرايبهم يوصلوهم ل 50 تمام، بالاسر المجتمع الموجوده. خليني اقول لحضرتك، الدوله لما تعمل اكتفاء ذاتي من المحاصيل وتصدر محاصيل وتحصل على العمله الدولاريه، يعني الدوله مستقره، مش هيحصل عندك تضخم، مش هيحصل عندك ارتفاع في الاسعار، وفي نفس الوقت هتقلل الفاتوره الاستيراديه. ما المنتج اللي انت مش هتعرف تكفيه محليا هتضطر ان انت تستورده من الخارج، ولو انت استوردته من الخارج فعندك اسعار نقل واسعار شحن، وعندك اسعار المنتج انت هتضطر تشتريه بالثمن اللي هو بيبيعه لك، لان الموضوع عرض وطلب. طب هل الدولة عشان لتوفير الأمن الغذائي، وده تخصص حضرتك، هل بتعمل لوائح استرشادية للمزارعين ان هم ما يخرجوش عن نمط معين، بحيث يعني بنسمع بعض الأحيان مثلا كل سنة وحضرتك طيب، احنا بنحتفل بالعيد، بس مثلا بعد شوية موسم المانجا مثلا، تمام. سمعنا من سنتين ان المانجا كان المحصول ما كانش قد كده وحصل فيها تمام. أزمة ما، فهل الدولة بتدي المزارعين عشان ما تحصلش أمراض نباتية معينة أو كذا؟ تمام. خليني اقول لحضرتك في حاجه اسمها الخريطه الصنفيه. يعني ايه الخريطه الصنفيه؟ معهد المحاصيل الحقليه التابع لمركز مركز البحوث الزراعيه بيحدد الخريطه الصنفيه لمحاصيل الخضر الصيفيه والشتويه او المحاصيل الموسميه اللي احنا بنزرعها. طب بالنسبه لمحاصيل الفاكهه اللي هي محاصيل دائمه موجوده عندي ديت، هو الازمه اللي كانت في المانجا دي سببها التغيرات المناخيه. التغيرات المناخيه هي اللي يعني اثرت على لكن الدوله بتساعد المزارعين في استرشادات ما، يعني بعيدا عن هذا السبب بتديهم الارشاد الزراعي ايه الادويه اللي تتاخد في الوقت معين، ايه اللي يتاخد وايه اللي ما يتاخدش. تمام. احنا ما بنحطش ادويه او مبيدات، لان انا لو حطيت مبيدات او ادويه المنتج بتاعي مش هيتصدر. تمام. او هيبقى في نسبه من المتبقيات. بنحاول نتجه الى الزراعه الحديثه او الزراعه الحيويه. تمام. وده يعني مجهود بنشكر عليه الدوله المصريه، انها بتحاول تساعد الفلاحين والمزارعين. تمام. والشركات اللي عامله في القطاع الزراعي. دكتور اسلام قنديل، كان نفسي اكمل الكلام مع حضرتك، ولكن الكلام يعني ليه بقيه باذن الله. كل سنه وحضرتك طيب، بشكرك شكرا جزيلا، ولنا للحديث بقيه باذن الله في مره اخرى. ان شاء الله يا فندم. سعيد جدا بالتواجد مع حضرتك. دكتور اسلام قنديل، استاذ بكليه العلوم جامعه الازهر، تحياتي لحضرتك. تحياتي يا فندم. شكرا مشاهدينا الكرام، وكل عام وحضراتكم طيبين. نترككم لطبق اللحمه.